بنبدأ مع بنت مراهقة لابسة اليونيفورم بتاعها ورايحة لمدرستها والكل منبهر بجمالها. مدرستها مدرسة إيتان الثانوية الخاصة، واحدة من أهم المدارس في اليابان، وأحد طلاب هذه المدرسة ولد اسمه تادانو بيكون مبسوط إن شخص عادي زيه اتقبل في مدرسة جامدة أوي زي دي. بيقول أهم حاجة إن أنا متغرش في نفسي، أنا عايز أقضي أيامي في المدرسة في هدوء بعيد عن المشاكل، مش عايز أكون مشهور ولا لي علاقة بأي حاجة فيها إثارة جدل. وعند خزانة الأحذية بيلاحظ إن في بنت واقفة جنبه، وهي البنت اللي احنا شفناها في الأول. هو كمان بيعجب بيها، بنت طويلة وشعرها أسود وطويل يعني مثالية جدا. بيحاول يسلم عليها ويقول لها صباح الخير، ولكن البنت فجأة بتتجمد مكانها وملامحها بتتغير كأنها حست بالخطر، وفجأة بتسيب تادانو وبتمشي بسرعة. تادانو بيحس بالارتباك لأنه يدوب قال صباح الخير. بيلاحظ اسمها على الخزانة وهي كومي شوكو. بيقول ده أكيد بنت مش طبيعية أو غريبة أطوار برغم إن هي جميلة. بيدخل فصله وبيكتشف إن مكتبه جنب مكتب كومي، وبيلاحظ إن الفصل كله واقع في حب كومي سواء ولاد أو بنات، لدرجة إن هم عينوها وبيقولوا عليها ملكة هذا الفصل. المشكلة إن تادانو الكل بقى غيران منه وبيحقد عليه علشان هو قاعد جنب كومي. بتتكلم المعلمة وبتقول يلا قوموا عرفوا أنفسكم. بتتكلم بنت اسمها أجاري وهي متوترة جدا وصوتها بيعلى بشكل غريب. الفصل بيتريقوا عليها وعلى طريقة كلامها. بتقوم كومي علشان تعرف بنفسها، بتقف لحظات كده مش بتتكلم وفجأة بتتوجه نحو السبورة وبتكتب اسمها كومي شوكو، والفصل كله بيسقف لها وبيحتفل بيها كأنها عملت إنجاز. هو ده التطبيل بعينه. بيقوم تادانو علشان يعرف نفسه، ولكن بيلاحظ إن الكل متضايق منه ولسه بيكرهوه. وبيعرف تادانو إن سنينه في الثانوية مش هتكون زي ما هو كان متوقعها أبدا. المهم إن الحصة بتبدأ، وأثناء الحصة المساحة بتاعت كومي بتقع جنب تادانو. بيمد إيده يجيبها ولسه هيرجعها، فجأة ولد من ورا لابس لبس نينجا بيقول له إياك تتكلم معاها. بيحط تادانو المساحة عند كومي بسرعة وبيكون خايف جدا، وكومي بتلفه كأنها عايزة تشكره ولكنها مش قادرة تتكلم، فبتعمل تعبير وجه غريبة. تادانو بيقول أنا هعمل نفسي إن أنا ما شفتش أي حاجة. المهم إن في نهاية الحصة وأثناء ما الطلاب بيندفعوا على كومي، طالب بيدي تادانو ضربة في دماغه بتخليه يفقد وعيه. يا تادانو بقى ده أول يوم ليك في المدرسة، دي شكلها هتبقى سنين آخر جمال. بيصحى تادانو وبيسمع كومي جنبه عمالة تكلم القطة وبتقول لها أنا ما قدرتش أتكلم. بتتكسف كومي لما بتلاقيه سمعها وبتحاول تهرب، ولكن تادانو بيقول لها استني، هل أنت عندك مشاكل في التواصل مع اللي حواليكي؟ بتقف كومي فجأة وبتحاول تتكلم ولكن برضه هي مش بتقدر. بيقول لها تادانو ايه رأيك تكتبي اللي انت عايزة تقوليه على السبورة؟ وفعلا كومي بتكتب وبتسأله ازاي عرفت ان انا عندي مشاكل في التواصل؟ بيقول لها من ردود افعالك انت كأنك عايزة تتكلمي ولكنك مش قادرة. وبيحس تادانو ان هو تدخل في حاجة مش مفروض كان يتدخل فيها. بيكون متوتر وعايز يمشي، ولكن كومي بتشده وبتكتب له ان هي عايزة تتكلم معاه. بتحكي له عن مشكلتها الا وهي التوتر قدام الناس، علشان كده كل ما تيجي تتكلم مع حد ملامح وشها بتكون غريبة فالكل بيبعد عنها. بتقول ان هي في الاعدادية اتعودت تاكل الطعام لوحدها دايما، وكان صعب عليها تشوف البقية بيقعدوا مع بعض وياكلوا وهي وحيدة. حاولت دايما تتكلم بس صوتها عمره ما كان بيخرج. كومي عمالة تكتب وهي متأثرة جدا وشكلها شايلة كتير جواها. بتقول ان ابسط الكلمات اللي بتعبر بيها عن الحزن او الفرح او الكلام عن الحياة والماضي والحاضر وكل تلك الاشياء هي مش بتقدر تعملها. وفي الاخر بتعتذر لتادانو ان هي سببت له مشاكل مع باقي الفصل، وبتكتب له كمان انا اسفه ان انا ضيعت وقتك وخليتك تقرا كل هذا الكلام. ولسه كومي هتمشي بتلاقي تادانو بيكتب لها على السبوره بيسالها الجو النهارده كان جميل صح؟ بترجع كومي ترد عليه وبتقول له ايوه الجو جميل. وبيتحمس الاتنين وبيفضلوا يكتبوا ويحكوا مع بعض لوقت طويل جدا. تقريبا دي اول محادثه تعملها كومي في حياتها. في الاخر بيسالها تادانو حلمك ايه يا كومي؟ بتقول له ما تضحكش عليا ولكن حلمي ان يكون عندي 100 صديق. بيقول لها مش هضحك عليكي، انا اول صديق ليكي وهساعدك انك تحصلي على 99 صديق تاني. بتقول له كومي شكرا ليك، انا فرحانه قوي ان انا اتعرفت عليك. واول ما بتخلص على طول كومي بتسيبه وبتمشي. بيقول تادانو جواه انا خلاص بقى عندي هدف، انا هساعد كومي يكون عندها 100 صديق واساعدها تخلص من مشكلتها في التواصل مع اللي حواليها. تاني يوم تادانو بيقول لكومي
صباح الخير. بتحاول تتكلم ولكن يا دوب بتنطق اول حرف من الكلمة ومش بتقدر تكملها. بيقول لها تادانو مش مشكلة، احنا هنتدرب سويا وهنخلي التواصل احسن. تادانو بدأ صداقة مع كومي ولكن في حاجة هو مش واخد باله منها. مدرسة ايتان مدرسة مميزة جدا، علشان تنجح فيها مش مطلوب منك انك تكون بس متفوق دراسيا، ولكن لازم يكون عندك ميزة عن الباقيين. المدرسة دي فيها غريبين الاطوار والمهووسين والمنحرفين والمبدعين، يعني كل اصناف الطلاب. فمحاولة ان هو يساعد كومي يكون عندها 100 صديق في المدرسة هي شيء اشبه بالمستحيل. هو بيقول جواه ان الكل بيحب كومي وهي مشهورة، علشان كده الموضوع هيكون سهل. بيقول يا دوب انا هطلب منهم بس ان هم يكونوا اصدقاء لكومي. وفعلا بيروح يكلم بنت اسمها ياماي في فصلهم. لسه بيكلمها وبيقول لها كومي عايزة، بتروح هي تقطعه. بتقول له في ودنه انا بكرهك قوي، ما تجيبش سيرة كومي على لسانك ولا تتكلم معايا تاني. يا تادانو رجع افتكر ان هو مكروه في الفصل. بيرجع تادانو لمكانه وبيقول جواه انا اساسا ما عنديش اصدقاء كتير، مهما حاولت اساعد كومي انا في النهاية اساسا وحيد. اليأس بيسيطر على تادانو ولكن بيشجع نفسه وبيقول انا لازم احاول. وبيقول كده ما قداميش غير اختيار واحد فقط. بيحس تادانو ان الطريقة الوحيدة علشان يساعد كومي هي الاستعانة بصديق طفولته القديم ناجيمي، الشخص اللي معروف بين الكل ان هو اجتماعي جدا، بيتكلم مع اي حد بسهولة، دمه خفيف جدا وبيهزر وبيضحك دايما. وعلشان ظروف عيلته كان بيتنقل بين المدارس المختلفة وعمل اصدقاء كتير جدا، فهو تقريبا صديق لكل الطلاب في هذه المدرسة. تادانو بيروح يكلم ناجيمي وبيحاول يعرفهم على بعض، وبيقول لناجيمي كومي عايزة تكون صديقة ليه، ولكن بشكل مفاجئ ناجيمي بيرفض. ايه يا ابني انت مصاحب كل الناس جت على كومي يعني. بيروح الاتنين يقعدوا مع بعض وناجيمي بيقول لتادانو هو ليه مش عايز يكون صديق لكومي. بيقول له ان هو حاول زمان يبقى صديق لكومي في الابتدائية ولكنه فشل ذريع بسبب نظرتها الثابتة والمرعبة، واللي بتخلي اي حد يبص لها يحس ان هي هتاكله. والصدمة دي خلته يبقى خايف منها لحد دلوقتي وما يقدرش يقرب منها بسهولة، برغم انه هو اجتماعي جدا. يعني هو قدر يصاحب كل الناس اللي قابلهم الا كومي، علشان كده هو عنده عقدة معاها. وبرغم كده تادانو بيحاول يقنعه بصعوبة انه هو يجرب تاني. وفعلا بيخططوا ان ناجيمي يمشي مع كومي للبيت بعد المدرسة علشان يحاول يفتح معاها كلام ويخلي الجو مريح اكتر. وتادانو بيتتبعهم سرا من بعيد جدا علشان يراقب الموقف من غير ما يتدخل مباشرة. وناجيمي بيبدأ يمشي جنب كومي وبيحاول يفتح مواضيع خفيفة عن الجو والمدرسة والحياة، ولكن كومي زي العادة بتتجمد وبتبص له بنظرة ثابتة من غير ما ترد ولا تنطق بأي كلمة. وناجيمي بيحس بالتوتر الشديد بس بيستمر بطريقته المرحة وبيحاول يهزر معاها. ولكن فجأة بيظهر طالب ضخم اسمه ما، بيكلم ناجيمي وبيقول له انت افضل صديق انا حصلت عليه في حياتي، انت شخصيتك رائعة وانا ما عنديش اصدقاء خالص. بيقول له انت لازم تكون صديق ليا انا بس. ده شكله عبيط خالص. طبعا ناجيمي بيحاول يرفض بشياكة ولكن ما مش عاجبه، بيحاول يضغط اكتر على ناجيمي. وكومي اللي واقفة جنبهم بتتدخل وبتحاول تكلم ما بشكل طبيعي ولكنها مش بتقدر. مجرد كلمات بسيطة بتخلي صوتها يتلعثم وبيطلع ضعيف جدا. في نفس الوقت بتبص لما نظرة مرعبة وثابتة بدون ما ترمش عينيها. النظرة دي مع صوتها الخفيف بتخلي ما يخاف منها ويفتكر ان هي قاتلة او بنت خطيرة جدا، فبيهرب بسرعة وهو بيقول خلاص انا مش عايز اكون صديق لحد تاني. وناجيمي بيتفاجأ من رد فعل كومي، بيفهم شخصيتها وبيفهم مشكلتها في التواصل الاجتماعي، وبعدها بيقرر بشكل نهائي ومن غير تردد ان هو هيبقى صديقها التاني. وبيقول لكومي وتادانو انا فرحان ان احنا بقينا اصدقاء. وتادانو بيقول لكومي انت قدرت تحصلي على صديقين. بتعبر كومي عن فرحتها بنطة في قمة اللطافة صراحة. في اليوم التاني في المدرسة ناجيمي بيبدأ ينفذ خطته في مساعدة كومي. بيجي ياكل الغدا مع تادانو وكومي داخل الفصل، والمشهد ده بيخلي تادانو مكروه اكتر واكتر في المدرسة. الكل عمال يبص له وغيرانين منه، بيبصوا عليه بنظرة حسد مش طبيعية. وكومي فرحانة ان هي بقت قاعدة مع 2 اصدقاء ليها حقيقيين. تادانو بيشرح لناجيمي حلم كومي بالتفصيل في ان هي تعمل 100 صديق، وناجيمي بيقرر يساعدها بطريقته الخاصة والمبتكرة، وبيقول لها انت هتروحي في مهمة تدريبية اولى. المهمة دي هدفها ان هي تساعدك على التواصل مع الغرباء. هتروحي لكافيه قريب من المدرسة وتطلبي نوع قهوة معين، ولو ما جبتهوش فاعتبري خلاص ان احنا مش هنكون اصدقاء
تاني. على طول كومي بتقوم وتروح وتادانو بيروح يراقبها علشان قلقان عليها. بتخش للمحل وبتحاول تتكلم ولكن برضه هي مش قادرة. اللي شغال في المحل بيزهق وبيعمل لها اي مشروب وخلاص، وكومي فعلا بتاخده وبتمشي. بتروح تديه لنجيمي وطبعا مش هو ده اللي طلبه منها. بتكون كومي حزينة جدا وكأنها هتعيط، فتادانو ونجيمي بيعتذروا ليها وبيقولوا لها معلش احنا ضغطنا عليكي. تاني يوم نجيمي بيقول ان كومي ما ينفعش تصاحب اي حد لان شخصيتها مختلفة، علشان كده هو عمل قايمة بناس شخصيتهم شبه شخصية كومي. اول واحدة هي زميلتهم في الفصل اجاري. اجاري بتقدر تتكلم عكس كومي ولكنها بتتوتر بسرعة، يعني اول ما تلاقي ان في حد بيبص عليها صوتها بيعلى ونبضات قلبها بتكون شديدة وبطنها بتوجعها. كومي لما بتسمع الصفات دي بتحس ان دي هتكون احسن صديقة ليها في حياتها. وفي المكتبة اجاري بتلاحظ ان كومي عمالة تراقبها، بتقول دي كومي البنت المشهورة اللي الكل بيحبها، اكيد بتراقبني علشان تتريق عليا لاني مش جميلة زيها. نظرات كومي بقت مخيفة بجد لاجاري لدرجة ان هي بدأت تهرب، وهي بتهرب المعلمة بتوقفها وبتقول لها روحي بلغي الفصل ان حصة الرياضيات هتكون في الصالة الرياضية. طبعا دي مصيبة بالنسبة لاجاري علشان كده كله هيركز معاها، ولكن خوفها من كومي اللي بتراقبها بيخليها توافق وتروح الفصل علشان تبلغهم بالخبر. في الاول بتتوتر وبتتكلم غلط وبتحاول ان هي تنسحب، ولكن بتشوف كومي وبترجع تاني للفصل، والمرة دي بتقول بصوت عالي ان حصة الرياضيات هتكون في الصالة الرياضية وبعدها بتهرب. بس لما بتهرب بتكون مبسوطة قوي من نفسها ان هي قدرت تتكلم قدام الفصل كله. بيقف تادانو مع كومي وبيعرف منها ان هي فشلت في ان هي تطلب من اجاري ان هي تكون صديقتها، ولكن فجأة اجاري بتظهر وبتقول لكومي شكرا ليكي، انت ساعدتيني ان انا اتكلم قدام الفصل بشكل كويس لاول مرة. تادانو بيستغل الوضع وبيقول لاجاري كومي كانت عايزة تكون صديقة ليكي لان انتوا الاتنين متشابهين جدا. بتكون اجاري متوترة علشان واحدة مشهورة زي كومي عايزة تبقى صديقتها، ولكن بالتأكيد بتوافق وبتقول ان هي سعيدة بصداقة كومي. وبكده كومي قدرت تحصل على الصديق الثالث. اليوم اللي بعده كومي بتوصل للمدرسة وبنشوف ان معاها تليفون جديد. بيقول لها تادانو هو ما كانش معاكي تليفون قبل كده؟ بتكتب له ان ما كانش عندها اصدقاء فهيكون معاها تليفون ليه، يعني ما فيش حد تكلمه، ولكن دلوقتي بقى عندها اصدقاء فعايزة تاخد ارقام اصدقائها. بيقول لها تادانو انا هساعدك، بس بتكتب له لا انا اللي هروح اتكلم معاهم لوحدي. وفعلا بتروح لنجيم وهي ماسكه التليفون ومبسوطه جدا، ونجيمي بيخاف، ولكن في الاخر بيفهم نجيمي ان هي عايزه رقمه، وكذلك اجاري بتفرح ان كومي عايزه رقمها، وتادانو في الاخر بيهدي رقمه لكومي. المهم ان بعدها بتوصل المعلمه وبتقول ان النهارده هنختار رئيس الفصل، مين حابب يترشح لهذا المنصب؟ بيسود الصمت اللحظات وبعدها الانظار كلها بتتوجه نحو كومي. يا نهار ابيض دي اخر واحده تحب تكون في هذا المنصب. تادانو بيقول لا انا كده مضطر ارشح نفسي علشان انقذ كومي، ولكن فجأة نجيمي بيتكلم وبيقول انا مش موافق. اللي في الفصل بيغضبوا منه وبيقولوا له هو انت مين علشان توافق ولا ما توافقش؟ بيقول لهم يا جماعة افهموا، منصب الرئيس ده هو منصب عادي، كومي تستحق منصب اعلى من كده. كلامه بيعجب الفصل وكلهم بيتفقوا معاه، وبيتم تعيين كومي حاكمة الفصل. بتقول لهم المعلمة ده شيء جميل، احنا برضو لسه محتاجين رئيس للفصل. بيقولوا الطلاب خلوا تادانو الرئيس علشان هو اللي يخدم حاكمة كومي، وفعلا تادانو اللي ما كانش عايز يبقى مشهور خالص بقى هو الرئيس الجديد للفصل. في المساء كومي كانت ماسكة تليفونها الجديد وبتلعب بيه، وهي بتلعب رنت على تادانو بالغلط ولكنها بسرعة قفلت. رجع تادانو يرن علشان يطمن عليها، بس هي ما كانتش قادرة تكلمه وقالت له الرقم اللي انت طلبته مش متاح دلوقتي زي الرسالة الآلية. وتادانو بيعرف ان كده كومي تقدر تتكلم ولكن عن طريق التليفون، وكومي بتكون مبسوطة بأول مكالمة ليها في حياتها. بنشوف تاني يوم ان نجيمي بيكون قاعد مع مجموعة من اصدقائه وعمالين يلعبوا، وكومي بتكون عايزة تلعب معاهم، وتادانو بيلاحظ. بيقول لها بعد المدرسة انا وانتي ونجيمي هنلعب سويا، ولكن نجيمي بيسمع هذا الكلام وبيقول لكومي تعالي العبي معانا. نجيمي عايز كومي تخش في مواقف صعبة وتتعلم هي وتحاول تتواصل، عكس تادانو اللي خايف عليها زيادة شوية. وفعلا كومي وتادانو بيقعدوا يلعبوا معاهم وبيقضوا وقت جميل. بيروحوا بعدها للعيادة اللي في المدرسة علشان يبدأوا الفحص الجسدي للطلاب، وطبعا اكتر واحدة مثالية ومتوقع ان هي تجيب ارقام عالية هي كومي، ولكن بنشوف بنت اسمها ماكيرو بتقول جواها انا هدفي ان انا اسحق كومي واتغلب عليها في الفحص الجسدي. اخيرا حد في هذه المدرسة بيشوف كومي كإنسانة طبيعية. المهم ان اول
اول اختبار وهو النظر. كومي مش بتتكلم وبتشير باصابعها فقط، وبرغم كده بتاخد 1.5 في النظر. ماكيرو بتقول ده اكيد بترشي الاساتذه، بس برضو انا هتفوق عليها. بتختبر ماكيرو نظرها وبتطلع النتيجه 7/10، يعني ماكيرو خسرت في اول جوله. تاني حاجه الطول، وماكيرو برضو بتخسر لانه واضح ان كومي اطول منها بكتير، بس في الوزن وتناسب طول الاقدام مع الجسم ماكيرو بتجيب درجه عاليه. هي اتقل من كومي ودي مش ميزه يعني، بس بتعتبر نفسها كسبانه برضو، وبتقول احنا كده خلاص اتعادلنا. تاني يوم بنشوف البنت اللي اسمها ياماي، واللي هي اكبر معجبه بكومي في الفصل، ماشيه وراها وعماله تفكر ازاي اقدر اقرب من الحاكمه المبجله كومي. بتيجي اجاري تكلم كومي، ولكن ياماي بتبص لها بصه تهديد بتخلي اجاري تهرب. وبعدها بيجي ناجيمي يمشي مع كومي، وياماي ده طبعا مش هتعرف تعمل معاه حاجه. بتتشجع وبتروح تكلم كومي وبتقول لها صباح الخير. كومي بتديها تعبير وش مخيف قوي. ياماي اللي مفروض تخاف بتقول ايوه حد في مكانة كومي مش هيرد ببساطه على ناس عاديين زيي. وبتكلم ياماي ناجيمي على جنبه وبتقول له انت لازم تعرفني على كومي وتخلينا اصدقاء. بياخدها ناجيمي للفصل وبيعرف كومي عليها. بتقعد ياماي جنبها مكان تادانو وبتقول لها انا سعيده اننا هنكون اصدقاء يا كومي. بيلاحظ ناجيمي غياب تادانو وبيقول دي مشكله، انا مش بفهم كومي من غير تادانو. وتادانو دلوقتي بنشوفه مخطوف في اوضه مليانه صور لكومي. ايوه هي دي اوضه ياماي اللي حرفيا مجنونه بكومي، لدرجه ان هي خطفت تادانو علشان تقعد مكانه جنب كومي. وهي دلوقتي بتقول انا مش عايزه اقوم من جنب كومي ابدا. وبيقول ناجيمي لياماي خلينا نروح عندك النهارده البيت علشان كومي عايزه تروح لمكان مختلف. بتفرح ياماي ولكن بتفتكر تادانو اللي حبسه هناك، بس برضه هي مش هتضيع الفرصه دي وبتقول موافقه. بعد نهايه اليوم تادانو بيلاقي ياماي داخله عليه وبتقول له انت مسبب لي مشكله كبيره. بتنقله للدولاب وبتقول له لو سمعت صوتك انا هقتلك. وبيدخل ناجيمي وكومي وتادانو بيسمع صوت ناجيمي وبيبدا يعمل اصوات علشان ياخد باله ويساعده، ولكن ياماي بتقول ده صوت الجيران، هم دايما بيعملوا هذه الاصوات، انا هخرج بره هجيب حاجه وارجع لكم تاني على طول. بتخرج ياماي من الاوضه وعلى طول ناجيمي بيفتح الدولاب وبيلاقي تادانو جواه. بتدخل ياماي ومعاها عيدان اكل حاده شكلها مرعب، وبتقول لكومي معلش اعذريني، تادانو ده مفيهوش اي حاجه مميزه علشان يكون صديق ليكي، شخص شكله سيء وغبي زيه اكيد ما ينفعش يكون جنبك، انت موافقاني في الراي اليس كذلك؟ انا انسب صديقه ليكي يا كومي، انت جميله ورائعه وانا هكون صديقتك. بس كومي بتحرك راسها بالرفض وبتفك تادانو. بتكتب رساله اعتذار لياماي وبتقوم علشان تمشي، بس ياماي بتقول لها انا عملت كل ده علشانك. بتكتب لها كومي وبتقول لها انا اللي هقرر مين هيكونوا اصدقائي. بتمشي كومي وياماي بتقعد على الارض تعيط. المهم ان تاني يوم تادانو بيلاحظ ان كومي متضايقه جدا. بيكون تادانو متوتر وبيقول جواه بقالي فتره انا ما قدرتش اعرف كومي بتفكر في ايه. بتكتب له وبتقول له انا سببت لك مشاكل كتير، ياماي قالت ان هي خطفتك امبارح بسببي، لو مش عايز تكون صديق ليا تاني ما عنديش مشكله، المهم انك ما تمرش باوقات صعبه تاني، انا مش عارفه لو كنت فضلت مربوط هناك كان ايه اللي هيحصل لك، شكل كده الاحسن ان احنا ما نبقاش اصدقاء يا تادانو. بيقول لها تادانو انا فهمت اللي انت عايزه تقوليه، ولكن يا كومي انا اللي بحدد مين هم اصدقائي. بتتحرك كومي وبتكتب له سامحني وبيسألها اسامحك على ايه. مش بتكتب كومي وبتتكلم بشكل متقطع بلطافة شديدة جدا وبتقول له انا عايزة اكون صديقتك. كومي اتكلمت هو ايوه كلام مكسر ولكنها قالت جملة مفيدة. وقتها بيوصل ناجيمي عندهم وبيقول ان ياماي جاية تعتذر لتادانو على اللي عملته. بتعتذر ياماي لتادانو وبتقول له انا ما كنتش واعية وانا بعمل فيك اللي انا بعمله ده. وبتعتذر لكومي وبتقول لها انا مش من حقي احدد مين هم اصدقائي. بتكتب لها كومي لا بأس ما حصلش اي حاجة. بتقول ياماي كومي مش عايزة تتكلم معايا انا الاحسن اموت نفسي، ولكن تادانو وناجيمي بيلحقوها وبيشرحوا لها الوضع وبيشرحوا لها حالة كومي. بتقول ياماي ياه ده جانب جميل ولطيف او من كومي، انا حبيتك اكتر. وبكده ياماي هي الصديقة الرابعة لكومي. بننتقل بعد كده ليوم 1 يونيو
ومع بداية الصيف كومي بتكون ماشية والكل منبهر بيها. يا جماعة يخرب بيت الجمال. ناجيمي اول ما بيشوفها بيسكت شوية وبيقول لها جميل جدا، ويا ماي تقريبا اغمى عليها من شدة جمالها. جاري مش قادرة تتكلم. بتروح كومي لتادانو وبتقول له هو الكل بيتصرف بغرابة ليه؟ بيقول له وهو محرج زيك الصيفي جميل جدا يا كومي. المهم دلوقتي بنرجع لماكيرو اللي بتقول ايوه انا تعادلت في الفحص الجسدي انا وكومي، ولكن النهارده فحص القوة البدنية وانا ناوية اهزم كومي. بتبدأ الاختبارات وزي ما توقعت ماكيرو اتغلبت في كل حاجة. التحدي الاخير سباق ال50 متر وبتقول انا لازم اكسب في هذا السباق باي تمن. بتجري ماكيرو بكل قوتها وبتحس ان هي خلاص هتكسب، ولكن في النهاية بتلاقي كومي بكل جمال ولطافة بتعدي من جنبها وبتكسب. ماكيرو اخيرا اغرمت بجمال كومي. بتروح تعتذر ليها عن الغيرة اللي كانت في قلبها تجاهها وبتقول لها اشكرك على المنافسة الشريفة. وكومي متوترة ومش فاهمة هي عملت ايه وايه اللي حصل، بس يعني نقدر نعتبر ماكيرو هي كمان بقت صديقة لكومي. في نهاية اليوم ناجيمي بيعرض على كومي وبيقول لها ايه رأيك نروح نقعد معاكي شوية في البيت؟ لما ناجيمي بيقول لها كده كومي بتدخل في حالة غريبة من تضارب الافكار، بس يعني بتوافق وفعلا بيروحوا لبيتها. كومي لما بتشوف اصدقاء لكومي لاول مرة بتفرح بيهم قوي، ويا نهار ابيض امها برضو جميلة جدا زيها. بيقعدوا مع بعض وبيقضوا وقت جميل جدا لحد المساء، وبيودعوا كومي وبيرحلوا، وكومي بتكون في غاية السعادة لدرجة ان الصورة اللي خدوها مع بعض بتقول لامها انا عايزة برواز علشان احطها فيها. تاني يوم في المدرسة كومي بتكتب لتادانو وناجيمي انا حلمي ازور مطعم رامن. بيقولوا لها بس كده ده حلم سهل جدا. بتيجي اجاري عاشقة الرامن وبتقول ده دوري علشان انا اللي اساعد كومي. بتاخدهم بالفعل المطعم رامن، وواضح عشق اجاري للاكل جدا. حرفيا مش بتقدر تتكلم بشكل منتظم غير لما يكون الكلام عن الاكل. بيقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين، وكالعادة كومي في غاية الجمال. وبكده كومي حققت حلم من احلامها. وتاني يوم في المدرسة بنت شكلها غريب اسمها توكو بتيجي تقع جنب كومي وبتقول لها ان قوة التنين اللي جوايا اتفعلت لما انا قربت منك، ده معناه ان انت هتكوني الاميرة بتاعتي، سلمي عليا علشان نعمل عقد الدم وتكوني تابعة ليا. وكومي بتتوتر وبتفتكر ان الكلام ده حقيقي. بتطلب كومي من توكو ان هي تشرح لها اكتر، ولكن توكو حرفيا ما عندهاش اي حاجة تاني تقولها. بتقول انا قوتي هتخرج عن السيطرة ولازم اخرج من هنا فورا. بيقول تادانو يمكن عقد الدم اللي بتقول عليه ده هو ان هي عايزة تكون صديقة لكومي. بيقول ناجيمي لا، توكو دي عندها متلازمة الصف الثامن زيك كده يا تادانو زمان. بتسأل كومي ايه هي متلازمة الصف الثامن. بياخد ناجيمي تادانو مثال وبيحكي عن الماضي بتاعه في الاعدادية لما كان شايف نفسه ولد مميز جدا ومفيش حد زيه خالص، وقرر يعترف بحبه البنت بان هو يكتب لها كلمة لاف على طول الملعب. بس البنت في النهاية رفضته وقالت له ان هي مش معجبة بيه لانه فاكر ان هو مميز عن البقية. من ساعتها تادانو قرر ان هو يعيش حياة طبيعية جدا ويكون شخص عادي لا يسعى للتميز ولا لأي ظهور ابدا. يعني باختصار متلازمة الصف الثامن ان الشخص يعتقد انه هو مميز عن الاخرين. وتادانو دلوقتي فقد القدرة على الكلام بعد ما ناجيمي فكروا بأسوأ ذكرياته. المهم ان حصة الالعاب بتيجي وبيكون مطلوب منهم تكوين ثنائيات، وتوكو علشان شخصيتها غريبة بتفضل وحيدة ومحدش بيكون عايز يكون الثنائي بتاعها، ولكن كومي بتروح لها وبتمد ايديها وبيكونوا الاتنين ثنائي مع بعض. توكو بعد التمرين بكل لطافة بتقول لكومي انت فعلتي عقد الدم بتاعي، يعني خلاص بقيتي تابعة ليا. وكده توكو هي كمان اصبحت صديقة لكومي. الدنيا بدأت تحلو على الاخر. تاني يوم تادانو بيروح الفصل وبيلاقي كومي قاعدة متوترة جدا، عيونها بتلمع بحماس خفيف وهي ماسكة ورقة بايديها بترتعش شوية من الخجل. بتمد الورقة لتادانو وهو بيفتحها وبيقرا النكتة اللي هي كاتباها. نكتة مش مضحكة قوي وقديمة جدا. بتكتب له كومي ان هي شافت في برنامج تلفزيوني ان النكت بتخلي الشخص اكتر جاذبية وبتساعد في التواصل الاجتماعي، فقررت تجرب الطريقة دي عشان تطور مهاراتها في الكلام وتضحك مع اصدقائها. تادانو بيشجعها على الخطوة دي، ولكن بيقول لها ان النكتة محتاجة توقيت صح علشان تتقال فيه، وكمان تعابير وش مناسبة علشان تخلي الناس يضحكوا. بيدخل ناجيمي عليهم وهو برضه معاه نكتة خدها من كومي وبيضحك بصوت عالي وبيطلب منها نكتة تانية. كومي بتمد ورقة تانية وتادانو بيقراها وبيحاول يضحك ولكنه مش قادر. بيقرر ناجيمي ان
هو يساعد كومي وبيطلب من تادانو يقول نكتة هو كمان علشان يوضح لكومي ازاي يتعاملوا مع النكت. تادانو بيحاول يقول نكتة ولكنه مش بيفتكر نكتة مضحكة وبيقول نكتة شبه نكات كومي، ولكن على عكس المتوقع كومي بتضحك على تلك النكتة وبتحس ان ده تطور صغير في محاولتها للتواصل مع الاخرين. بعد كده الاجواء بتتغير وبيتكلموا عن موضوع الملابس. كومي بتكتشف ان هي لحد دلوقتي ما راحتش تشتري ملابس بنفسها ولا مرة ابدا، وان امها دايما هي اللي بتطلب لها كل الملابس بتاعتها. فناجيمي بيقول احنا لازم نروح نشتري ملابس لكومي، وبيقول لتادانو هنروح انا وانت وهناخد اجاري معانا للمول علشان نساعد كومي في شراء الملابس. والمجموعة فعلا بيروحوا للمول وهم متحمسين جدا، ولكن ياماي اللي كانت بتراقبهم بتوصل لهناك برضه وبتقول يا محاسن الصدف انا كمان جاية اشتري لبس زيكم، دي اكيد صدفة غريبة جدا. المهم ان في المول كل واحد بيختار مجموعة ملابس لكومي علشان تجربها. ناجيمي بيختار لبس صيني تقليدي جامد جدا ولكنه اكيد بيهزر، مستحيل ان كومي تلبس الملابس دي وتمشي بيها في الشارع، فالكل بيرفضها فورا لان هي مش مناسبة. وياماي بتختار زيه هو جميل ولكنه غالي جدا وفوق الميزانية اللي معاهم، فبيتم رفضه هو كمان. اجاري بتختار تيشيرت وبنطلون بسيطين جدا وبيتم رفضه علشان مش بيبرز جمال كومي بشكل كافي. وفي الاخر تادانو اللي بيقول ان هو مش عارف قوي في الموضة بتاعة البنات بيختار فستان ابيض بسيط وانيق، والكل بيتفاجأ لما كومي بتلبسه والكل بيحبه جدا، حتى كومي هي كمان بتحبه على طول، بتشتريه وبتلبسه. وبعد الشراء كومي بتروح لصالون الشعر المعتاد بتاعها علشان تقص شعرها. راحت وهي لابسه الفستان الجديد اللي اختاره لها تادانو. في اليوم التاني في المدرسه الكل بيسلم على كومي من غير ما يلاحظ اي حاجه الا تادانو، هو الوحيد اللي بيلاحظ قصه شعر كومي الجديده. الباقيين بيزعلوا قوي لانهم ما خدوش بالهم. بعد كده بيجي وقت الامتحانات وناجيمي اللي بيكره الدراسه بيطلب من كومي وتادانو يعملوا جروب دراسي في المكتبه علشان يساعدوه يذاكر، والتلاته فعلا بيروحوا للمكتبه تحت اشراف المراقبه جوريمي اللي بتضرب اي حد يتكلم. وبعد 3 مرات من الضرب بيتم طرده بره المكتبه. وناجيمي اتكلم مرتين بالفعل ما قدرش يمسك نفسه واتضرب مرتين. بيحاول ان هو يذاكر ولكنه بيزهق فورا. بيحاول يتكلم مع تادانو برضه بصوت عالي، وبعد كده بيطلع لعبه علشان يلعبوها سويا، بس اللعبه دي بتعمل صوت والتلاته المره دي بيتضربوا. وناجيمي بعد ما اتضرب 3 مرات بيتم طرده بره المكتبه. تادانو بيقول لكومي انا اسف انا عارف ان انت عايزه تذاكري، ولكن كومي بتعترف لتادانو ان هي كانت عايزه تلعب. في النهايه بعد الامتحانات الكل بينجح مع اختلاف الدرجات. كومي جابت درجات عاليه جدا، ناجيمي يعني درجاته متوسطه رغم ان هو ما ذاكرش خالص. تادانو كالعاده هو متوسط، وماكيرو بتكون غاضبه جدا علشان كومي فازت عليها ودرجاتها قليله قوي. وبعد الامتحانات اخيرا بتبدا الاجازه الصيفيه. كومي وتادانو بيقضوا الاسبوع الاول لوحدهم حاسين بملل شديد، كل واحد بيحس برغبه ان هو يكلم التاني ولكن التوتر بيمنعه، لحد ما ناجيمي اخيرا بيحل المشكله وبيكلم كومي. بيقول لها احنا هنروح للمسبح سويا هتيجي معانا يا كومي. بتتكلم كومي لاول مره مع ناجيمي بصوت مسموع وبتقول له ايوه هاجي. وتاني يوم كومي بتبدا في تجهيز حاجاتها علشان تروح معاهم. من كتر توترها بتطلع حاجاتها وبتراجع عليهم 7 مرات لحد ما امها بتقول لها يلا علشان انت هتتاخري. بتروح كومي تنتظر عند المسبح، وبعد شويه بيوصل عندها ناجيمي وتادانو. وبيفرح تادانو وبيتكسف في نفس الوقت ان كومي لابسه الزي اللي هو اختاره ليها. بتوصل عندهم اجاري وبعدها ياماي اللي محدش دعاها بتيجي وجايبه شلتها معاها. الخروجه الصغيره البسيطه ما بقتش بسيطه خالص. بيروحوا للمسبح وبتبدا كومي لاول مره الاستمتاع بالمياه والالعاب المائيه، واثناء ما هي بتلعب وبتجري للاسف بتقع على رجلها وبتتجرح. ناجيمي بيقول لها مش هينفع تنزلي في الميه بجرحك علشان كده هيتلوث. كومي بتتوتر وبتكتب لهم مش مشكله روحوا استمتعوا من غيري. ولسه تادانو بيقول لها لا مش هنلعب من غيرك. ناجيمي بياخده وبيقول لهم يلا يا جماعه ما حصلش اي حاجه. بيقول ناجيمي ان اهم حاجه دلوقتي ما نخليش كومي تحس ان هي بوظت علينا الفسحه لان ساعتها هتزعل وهتحس بالذنب. تادانو متفاجئ من ذكاء وتفكير ناجيمي وازاي بيراعي مشاعر كومي. بتروح كومي تقعد لوحدها وبتكون زعلانه اكيد، بس تادانو بيجي يقعد جنبها. بتقول له مش هتروح تلعب؟ بيقول لها لا هرتاح شويه معاكي. وبيقول لها ما تقلقيش الكل مستمتع، انت ما بوظتيش الفسحه. انا عارف ان انت دلوقتي خايفه ان اصدقائك يتضايقوا منك ولكن لا تقلقي. بتكتب له كومي ان الالعاب المائيه رائعه بس دلوقتي
وهي مش قادرة تلعب، انا بكره نفسي قوي. ساعتها بيقوم تادانو يرش على كومي المية وبيقول لها تعالي انزلي هنا، المية مش هتوصل للجرح. وبيجي ناجيمي ومعاه مسدسات المية وبيبدأوا يلعبوا بيها كلهم مع بعض. وبعد ما بيقضوا وقت ممتع اليوم بيخلص وكلهم بيروحوا وهم مبسوطين، خصوصا كومي اللي اول مرة تعيش حاجة زي كده. وبعد كام يوم بنشوف كومي لأول مرة بتقرر تروح المكتبة لوحدها. امها بتفرح قوي وبتشجعها، حتى ابوها بيستغرب وبياخدها علشان يوصلها، واثناء التوصيل بيعزمها على الغداء قبل ما يروحوا لهناك. ابوها شخص هادئ جدا زيها وعامل زي تادانو كده، بيفهمها من غير ما تتكلم. بتروح كومي للمكتبة وكعادة اي مكان بتروحه الكل منبهر بجمالها. بتاخد كتاب وهي مروحة بتلاقي حديقة فيها العاب، بتروح تتمرجح وهي فرحانة وكمان بتتزحلق. كومي اول مرة في حياتها تستمتع وهي لوحدها. بعد فترة في الاجازة الصيفية عائلة كومي بيروحوا علشان يزوروا جدة كومي، جدتها اللي بتحبها قوي وبتقعد معاها كومي وبتسألها اخبار المدرسة ايه. بتحرك كومي راسها وبتقول لها كويسة. بعدها بتسألها هل قابلت اي مشاكل هناك، وكومي بتقول لها لا. وبتسألها كمان هل بقى عندك اي اصدقاء يا كومي. بتبص لها كومي وبتبتسم وبتقول ايوه. بتضحك الجدة وبتفرح وبتقول دي حاجة جميلة. وبعد كده في اواخر الاجازة الصيفية بيجي المهرجان الصيفي. هناك تادانو بيكون مستني كومي اللي بتوصل عنده وهي لابسة الزي التقليدي وشكلها جميل قوي بيه. ناجيمي بيجي وبيقول يا سلام قد ايه انا بحب المهرجان الصيفي. وناجيمي بنشوفه جايب معاه 1001 من اصدقائه، اجتماع يعني مفيش كلام. بيدخل تادانو وكومي للاحتفال، وتادانو فجأة بيستوعب ان هو ماشي هو وكومي لوحدهم. بيتوتر بس بعدين بيقول جواه لا احنا مجرد اصدقاء فقط. يا تادانو يا جبان. بيروحوا الاتنين يفضلوا يلعبوا في المهرجان، وبعد ما بيتعبوا بيقعدوا يرتاحوا. كومي بتتكلم بكلمات متكسرة وبتقول لتادانو الزي اللي انت لابسه جميل قوي عليك. تادانو بيصرخ من كتر الفرحة ان كومي اتكلمت من غير ما حد يضغط عليها، وكمان بتقول حاجة عجبتها. المهم بيكملوا لعب في المهرجان وبيقضوا وقت ممتع جدا. في نهاية اليوم كومي بتكتب لتادانو ان هي استمتعت قوي علشان هي معاه. ياه هتفضلوا تلمحوا لبعض كده كتير ولا ايه؟ بعد كام يوم كومي بتكون مدعوة لبيت تادانو. بتروح وبتلاقي تادانو وناجيمي في انتظارها، بس يا ماي اللي ماشية وراها في كل مكان بتوصل لهناك هي كمان. وبيقابلوا هيتو ميتشي اخت تادانو الصغيرة. لما بتشوف كومي كعادة اي حد برضه بتنبهر بجمالها، وبتقول لتادانو ازاي حد بجمال كومي قدرت ان انت تخدعه وتخليه صديقك. يا سلام دي بتحب اخوها قوي. المهم بيقعدوا مع بعض وناجيمي بيقول في موضوع مهم احنا لازم نتكلم فيه، انا لسه مخلصتش واجبات الصيفية ومحتاج حد يعملها لي. بيقول تادانو كنت عارف انك هتقول كده، انت عمرك ما بتعملها. بتكتب كومي وبتقول ما عنديش مشكلة ان انا اساعده فيها. وبيمر الوقت وهم قاعدين مع بعض وبيقولوا اجازة الصيف خلصت بسرعة، وبيسترجعوا الحاجات الكتيرة اللي عملوها وقد ايه هم اتبسطوا. وهم بيتكلموا بيشوفوا عيون كومي بتتجمع فيها الدموع. بيتخضوا عليها بس بتقول لهم ما تقلقوش انا بخير، انا بس اول مرة في حياتي اكون مش عايزة الاجازة الصيفية تخلص. يخرب بيت جمالك ولطفتك يا كومي. وبيجي يوم 1 سبتمبر يوم العودة للمدارس، وطبعا الكل بيكون محبط. في الفصل بتاع كومي وتادانو بيكون في بنت جديدة اسمها إيناكا. إيناكا دي اكتر واحدة فاقدة الثقة في نفسها هتشوفها في حياتك يا صديقي، لان هي بنت من الريف وجاية مدرسة كلها طلاب من المدينة. خايفة بقى لحد يكتشف ده ويتريق عليها. بالنسبة لها لما بتشوف كومي بتقول هو ده شكل البنت اللي من المدينة اللي عايزة اكون عليه. لازم اراقب كومي واتعلم من تصرفاتها وكلامها مع الناس علشان اكون بنت رائعة من المدينة. والله ونعم الاختيار، انت كده رايحة في 60 داهية. المهم ان كومي بعد ما بتروح من المدرسة بتلاقي توكو بعتلها بتقول لها اخبارك ايه، انا مجهزة شوية العاب نلعبها سويا في القلعة بتاعتنا لو حابة تزوريني. كومي بتتوتر خصوصا ان علاقتها بتوكو مش زي علاقتها بتادانو او ناجيمي. بتكتب لها ما عنديش مشكلة انا فاضية هلبس وهجيلك. وفعلا بتروح عند بيت توكو وهي متوترة وهي عيني عمالة تفكر ادخل ولا لا. بس بتلاقي توكو بتخرج عليها وبتقول لها مرحبا بك يا اميرتي في قلعتك. وغرفة توكو بنشوف ان هي فعلا بتعبر عن شخصيتها الغريبة وكومي منبهرة بيها. وتوكو فجأة بتتوتر علشان ما توقعتش ان كومي توافق تيجي عندها، خصوصا ان مفيش حد زارها قبل كده اساسا. وبتسود حالة من الصمت بين اتنين متوترين، وصدقني يا صديقي ده موقف وحش قوي. بتشغل
بتشغل توكو الكمبيوتر وبتعرض الالعاب بتاعتها على كومي، ولكن كومي مش بيظهر عليها اي انبهار، وتوكو خايفه لا تحسبها فتاة ممله. بتقرر توكو انقاذ ما يمكن انقاذه، بتكلم تادانو وناجيمي ييجوا يقعدوا معاهم، وفعلا بيوصلوا عندهم وبيقعدوا الاربعه يلعبوا لعبه فيديو كل اتنين فيها بيتحدوا مع بعض. واثناء ما ناجيمي وتوكو نازلين ضرب في بعض، تادانو لسه عمال يعلم كومي ازاي تتحرك في اللعبه. كومي لسه بتستكشف كل حاجه في الحياه لاول مره، ولكنها سعيده لان هي بتعيش الاجواء دي مع اصدقائها. في النهايه اليوم بيكون جميل وكومي بتستمتع، وده اهم حاجه. تاني يوم ناجيمي بياخد كومي لاختبار صعب قوي. الاختبار هو توزيع 5000 علبه مناديل على المره في الشارع. طبعا كومي لو عليها ترفض، بس هي مش عايزه تخيب امل ناجيمي. بتمسك المناديل بس هي مش قادره تتكلم ولا قادره تمدها لاي حد، وبتكون زعلانه قوي وهتعيط وهتحس ان هي هتفشل. ولكن بتظهر بنت لطيفه بتروح هي بنفسها تاخد المناديل من كومي، وبعدها باقي الناس بيقربوا وبياخدوا المناديل منها، وبقت قادره ان هي تمد ايديها وتعرضها عليهم. وفي النهايه بتقدر تنفذ المهمه اللي كانت شايفاها مستحيله بالنسبه لها. نجم بيشجعها وبيقول لها انت رائعه يا كومي. بعد كده يا اصدقائي بنروح للمهرجان الرياضي لمدرسه ايتان، وبنشوف اشهر بنت في الصف الثاني وهي نيتسونو. بتكلم كومي وبتقول لها بما ان انت اشهر بنت في الصف الاول فانا متحمسه للتنافس معاكي. يا ماي بتقول نيتسونو دي لو حطت ايديها تاني على كومي انا هقتلها وما عنديش مشكله ادخل السجن. وبتقول للفصل الاول احنا لازم نكسب علشان كومي. المهم ان المهرجان الرياضي ده عباره عن مسابقات رياضيه مختلفه. المسابقه الاولى وهي الجمباز، واشهر لعبه جمباز واللي بتجيب الدرجه النهائيه هي نيتسونو، بس برضه كومي بتظهر مهارات عاليه وبتاخد الدرجه النهائيه هي كمان. اللعبه التانيه شد الحبل، وللاسف الفصل الاول بيخسروا فيها. بعدين سباق الحواجز، وبنشوف اجاري البطيئه بتحاول تجري بسرعه وبتقول جواها علشان كومي ما تخسرش، وحرفيا كومي لا فارق معاها خساره ولا مكسب. بتسلم على توكو اللي بتجري وهي متحمسه علشان كومي برضه، بس بتقول جواها انا بكره المهرجان الرياضي ده بيجيبوا الناس اللي مش رياضيه زينا علشان يهزقوهم. وبيجي الدور على تادانو، وبنشوف ناجيمي والكل بيشجعه. بيقول ناجيمي لكومي شجعي معانا تادانو. تادانو بيتعب في النص، بس لما بيبص على كومي بيلاقيها بصوت مليان رقه وحنان بتقول له يلا يا تادانو. بيقوم تادانو ينسى تعبه وبيجري زي الصاروخ وبيقدر ياخد المركز الثالث. وبنوصل للمسابقه الاخيره وهي السباق الطويل. نيتسونو بتقول لكومي ده السباق اللي هيحدد كل حاجه، وفعلا بيبدا السباق وبتجري ياماي باقصى سرعتها وبتسلم العصايه لكومي اللي بتنطلق بسرعه كبيره ورا نيتسونو. بس اثناء ما هي بتجري بسرعه واثناء الانحراف رجل كومي بتتزحلق وبتقع على الارض، وكومي ساعتها بتزعل قوي، بتحس ان هي خذلت اصدقائها. بس فجاه بتسمع صوت تشجيع وهتافات عاليه وكله بيقول لها يلا يا كومي انت تقدري. بتقوم كومي تمسك العصايه وبتنطلق بسرعه اكبر وخلاص قربت توصل من نيتسونو، ولكن نيتسونو السريعه بتوصل لخط النهايه وكومي كانت خلاص وراها. لولا الوقعه كانت كومي هتكسب. بتقول لها نيتسونو كانت منافسه جامده، مبسوطه اني اتعرفت عليكي. وكل الفصل بيجري على كومي علشان يطمنوا عليها بعد ما وقعت. والفصل الاول في النهايه بياخد المركز الثاني، ودي مش حاجه وحشه يعني. وكومي بتتكرم لكونها واحده من ابرز الطلاب اللي ظهروا في المهرجان الرياضي. بعد المهرجان بقى تادانو بيلاقي ان وراه مهمات كتيره وواجبات مش بتخلص ابدا، لان هو صاحب المنصب المهم اللي محدش كان عايز يوصل له، رئيس الفصل. هو دلوقتي عرف هما ليه لبسوه في هذا المنصب. بس بتظهر اخت تادانو الكبيره اونيميني اللي بتقول له انا هساعدك. وكومي ما تعرفش ان اونيميني دي هي اخت تادانو، علشان كده بدات تراقبهم وبيتملكها شعور الغيره على تادانو. نفسي والله يا كومي اقول لك تروحي تعترفي بحبك، ولكن انت مش بتتكلمي اساسا. في نهايه اليوم واونيميني قاعده بتساعد تادانو، بيقول تادانو لكومي روحي انتي انا هقعد هنا علشان اكمل شغل على هذه الاوراق. بس كومي بتكتب وبتقول انا عايزه اساعدك يا تادانو. بتلاحظ اونيمي حماس كومي لمساعده تادانو، بتفهم الوضع وعلى طول بتقول معلش انا نسيت حاجه ولازم اروح بسرعه علشانها، كملوا انتوا الاتنين مع بعض. يا اونيمي انت فعلا اخت كبيره لماحه ذكيه، كل اللي انت عايز تقوله. بعد كده يا اصدقائي بنروح للمهرجان الثقافي للمدرسه، واللي بيكون مطلوب من كل فصل انه هو يعمل نشاط فيه. الفصل الاول بعد كثير من الاقتراحات بيتفقوا يعملوا مقهى يقدموا فيه المشروبات والاكلات
في المهرجان. وبالفعل بيبدأوا التجهيزات لنشاطهم، وبنشوف طالبة في الفصل اسمها أوتوري بتكون هي المسؤولة عن شراء المعدات اللي هيستخدموها في التجهيز، فبتروح تطلب من كومي تيجي معاها أثناء شراء الحاجات اللي هم عايزينها. بتتوتر كومي وتادانو بيلاحظ وبيقول أنا لازم أتصرف، بس أونيميني بتنقذ الوضع وبتقول أنا هروح معاهم، وبيروحوا التلاتة يشتروا الحاجات المطلوبة منهم. وكومي بتلاحظ قد إيه أوتوري طيبة وبتحبها، بتسألها هي ليه طلبت منها إن هي تيجي معاها. بتقول لها أوتوري علشان لما بتشوفها مع تادانو وباقي أصدقائها بيكون نفسها قوي تكون صديقة لكومي. كومي بتفرح وبتكتب لها إن هي طوال المدرسة الإعدادية ما كانش حد بيطلب منها تساعدهم في النشاط أبدا، بس لما هي طلبت منها المساعدة هي بقت فرحانة قوي. وبكده يا أصدقائي كومي بقى عندها صديقة جديدة. وبيعمل الفصل الأول نشاط المقهى، وبيكون نشاط ناجح وبيجيب زباين كتير خلال المهرجان الثقافي. وطبعا الفضل في ده يرجع لكومي أكيد، الكل بيروح علشان يشوفها. وبعد نهاية النشاط بتاعهم كومي مع تادانو وأونيميني وأوتوري بيروحوا علشان يستمتعوا بالمهرجان، بيجربوا النشاطات الترفيهية وكل حاجة في المهرجان جربوها. في نهاية المهرجان وبعد النجاح الكبير للفصل الأول بيروحوا كلهم بيحتفلوا معاهم صديقتهم اللي بيحبوها جدا كومي، اللي عاشت أحلى لحظات في حياتها. ومع الاحتفال ده والغناء بنوصل لنهاية الموسم الأول من قصة كومي اللي ما كانش عندها ولا صديق دلوقتي عندها فصل كامل كلهم بيحبوها. قصتها لسه مكملة وهنشوف ازاي هتحل مشكلتها في التواصل. أتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وسلام.